السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل اسرع صينية بطاطس بالفراخ في الدنيا، وكمان هنعملها على البوتاجاز، وهتكون الفراخ بتاعتها محمرة وشكلها كأنها معمولة في الفرن وهي اصلا معمولة على البوتاجاز من البداية. تعالوا اقول لكم ازاي بعملها، وبتكون طرية جدا وجوسي من جوه وكمان متحمرة من بره وشكلها قد ايه خطير. اول حاجة بكون طبعا غسلة الفراخ حلو جدا، غسلاها بمية وملح وليمون وخل. بشيل كمان المادة الشفافة اللي بتكون تحت الجلد وبخليها زي الفل. بعد كده بعمل لها فتحات تحت الجلد عشان التتبيلة تدخل جوه اللحم وتاكل كده فيه. الفرخة طبعا تقدري تقطعيها زي ما تحبي، ممكن تعمليها على 4 وممكن كمان تقطعيها على 8. معايا بقى بصلة كبيرة مبشورة، بنزل عليها برشة من الملح والفلفل الأسمر وكمان رشة صغيرة من الهيل المطحون. بدعكها حلو كده مع بعض. بعد كده هناخد التتبيلة دي وندخلها كده تحت الجلد ونحشي بيها الفراخ، ونحاول برضو ندخلها في الفتحات اللي احنا عاملينها دي. عاوزة اقول لكم ان التتبيلة دي رغم ان هي بسيطة بس صدقوني بتفرق جدا في طعم الفراخ، وكمان بتخليها كده طرية وجوسي من جوه، وبتكون كمان ريحتها حلوة جدا وهي بتطبخ، او لو انت هتشويها بديا افضل وابسط طريقة ممكن تعمليها. عاوزة اقول لكم كمان ان شوية الملح والفلفل والهيل دول بينقلوا طعم الفراخ من مكان لمكان تاني خالص، وبتخلي الفصوص بتاعتها زي ما قلت لكم طرية جدا وجوسي، خاصة فص الصدر. انتوا عارفين ان الصدر بيبقى تقيل وبيبقى فصه تقيل. التتبيلة دي بتخلي الفص بتاعه طري جدا وطعمه حلو قوي. زي ما انتوا شايفين دعكت الفراخ كلها كده بالتتبيلة دي، وعملت لها زي مساج خفيف كده. بعد ما خلصتها بقى هنركنها كده على جنب لغاية ما نحضر صينية البطاطس بتاعتنا. تعالوا بقى نعمل مع بعض صينية البطاطس طبعا حسب الكمية اللي انت عاوزاها. انا هنا جبت البطاطس وقشرتها، قطعتها حلقات بالشكل ده ونقعتها في شوية مية. الصينية هنشتغل فيها على طول. بكون مقطعة البصل وفصين توم، التوابل بتاعتي شوية ملح وفلفل اسمر، بابريكا، بذور شطة لو بتحبيها سبايسي، وكمان شوية كمون. هندعك بقى التوابل دي. انا ما بحبش اكتر التوابل في صينية البطاطس دي، التوابل التقليدية اللي احنا اتربينا عليها. بدعكها حلوة قوي لغاية ما البصلة تنزل المية بتاعتها بالشكل اللي انتوا شفتوه ده. صدقوني الخطوة دي مهمة جدا وحلوة جدا، دي اللي بتنقل صينية البطاطس من مكان لمكان تاني خالص. شايفين بقى التخريطة او التقطيعة بتاعت البطاطس؟ لا هي سميكة قوي ولا هي رفيعة قوي، تخليها كده متوسطة علشان تقدر تستحمل معاكي السوى بتاع الفراخ، لان احنا هنعملها كلها مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. انا كمان بحب اضيف عليها لو عندي جزر بقطع كده عليها جزرتين او 3 على حسب ما انت تحبي. بحب ازودها في الصينية، بتزود القيمة الغذائية وبتعطيها برضو طعم حلو. هدعك بقى البصل والجزر مع البطاطس، وكمان نزلت بفلفل احمر واخضر لو متاح عندك. كل دهون بتزودي قيمة غذائية للصينية وكمان بتعطيها طعم حلو. دعكت كل الخضار كده مع البصل والتوابل، وهبتدي بقى اجيب الفراخ اللي انا تبلتها وهرصها على وش الصينية. طبعا كمية الفراخ وكمية البطاطس حسب ما انتي محتاجة وحسب أفراد أسرتك. برصها بالشكل ده وبرتبها، وبعد كده بقى هنضيف عليها الصلصة بتاعتنا.
أنا استخدمت في الوصفة دي الصلصة المعلبة، عصير طماطم كده موجود هنا في اليونان معلب. طبعا لو انت عندكم الطماطم الفريش بتستخدموها. العلبة دي حوالي نص كيلو، أنا ضفته كله وبعد كده زودته مية. ظبطت بقى المية على حسب الصينية بتاعتي. طبعا عينك هي اللي بتشتغل وبتبقى عارفة مقدار الشغل بتاعك ايه. زودت المية زي ما قلت لكم كده، وبعد كده هديها كده هزة صغيرة علشان المية تتوزع في الصينية. وفي الاخر خالص بضيف على وشها شوية زيت زيتون، وبحطها بقى على البوتاجاز على نار عالية. أول ما بتبتدي تبقبق وتغلي معانا بالشكل ده بغطيها وبهدي النار، بخليها وسط واسيبها لغاية ما تستوي براحتها. أسرع وأنجز صينية بطاطس بجد تقدري تعمليها. لما البطاطس بتستوي والفراخ كمان بتستوي بختبرها كده بالشوكة. لو الشوكة غرزت في الصدر بكل سهولة وكمان الورك، تعرفي ان هي خلاص استوت. بدخلها بقى الفرن تحت الشواية، يدوب الفراخ تتحمر بالشكل ده وتاخد اللون التحمير اللي انتوا شفتوه الجميل ده. بتعملي جنبها بقى اي رز انت حباه، رز اصفر، رز بالشعرية، رز ابيض. انا حقيقة عملت جنبها شوية رز بسمتي بالزعفران، وكان بجد الاكل رهيب جدا، طعمه قد ايه خطير بجد. كانت الصينية ريحتها فظيعة قلب الشقة، وطعمها كمان خطير. زي ما قلت لكم الفراخ شايفين ما شاء الله دايبة جدا. فص الصدر انا حبيت افتحه معاكم الصدر عشان اوريكم قد ايه هو مستوي ومش زانق دم ولا حاجة، والفص بتاعه شايفين ابيض زي الفل. طعمها خطير يا جماعة، جربوها بالطريقة دي، طريقة سهلة جدا وبسيطة. البطاطس كمان طالعة معايا متماسكة مهاش مهرية، لان انا مقطعاها التقطيعة اللي هتستحمل سوى الفراخ بتاعتي. زي ما قلت لكم لا هي خشنة ولا هي يعني سميكة ولا هي رفيعة، التقطيعة المتوسطة بحيث تستحمل السوى بتاع الفراخ. وده كده كان شكل الاكل بتاعنا. بسم الله ما شاء الله، حقيقي الاكل كان طعمه خطير جدا، وشكل الفراخ يفتح النفس كده على الاكل. حقيقي العين بتاكل قبل البق. قدمت بقى الاكل ده مع طبق سلطة، وكمان الصوص اللي نزل من الفراخ وصينية البطاطس بحط كده في بولات صغيرة، اللي حابب ياخد منه وهو بياكل كده على الرز بياخد. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة، وكمان ما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد من اكلاتي ووصفاتي. دمتم بخير.